مساء الفل عليكم، يا رب الكل يكون بخير. هقول لكم كده على شويه عربيات هنا في امريكا، ايه الحلو اللي فيها وايه الوحش اللي فيها. اول عربيه هتكلم عنها هي النيسان عربيه حلوه. طبعا عربيه ياباني، بس السي في تي ترانسميشن اللي هم عاملينه اسوأ فتيس اتعمل، بيبوظ على طول وما ينفعش تصلحه، انت بتضطر ان انت تغيره. الكيا والهانداي مستعملين القدام موتورهم وحش جدا، لكن طبعا الكيا والهانداي الجداد عظمه، عاملين عربيات خطيره. هكلمكم برضو على العربيات الألماني الفي 6 في البي ام وفي الأودي 100 100، لكن هتشتري الفي 8 تشتريه في المرسيدس بس. هديكم مثلا اكزامبل بقى على العربيات الأمريكاني: الجي ام سي الترافيرس، الجي ام سي الأكيريا. الجي ام سيز حلوين على حسب انت واخد بالك من العربية ازاي، بس الفتيس بتاعهم مش أفضل حاجة. لو هنتكلم على الشيفيز، برضو الشيفي الترافيرس مش يعني، هي عربية محبوبة، عربية عائلية، بس مشاكلهم كتير. لو برضو هنتكلم على الفورد، في الفورد الفوكس، في الفورد الفياستا، في انواع فورد كتيرة. الفورد جميلة، بس الايكو بوست بتاعهم مش افضل حاجة، ومعظم الجديد كله اللي طالع ايكو بوست. مشكلة الايكو بوست في التايمينج تشين مشاكله كتيرة، نفس مشكلة التايمينج تشين في البي ام الاربعة سلندر. اوعى تشتريها، هي صوتها عامل اكنه موتور ديزل. بس طبعا لو عجبك فكرة الديزل وحبيت تشتري عربية ألماني ديزل هتعيش معاك. أهم حاجة تون اند ديليت. بورش، جاكور، بلاش رانج روفر، خلينا نقول بي ام، اودي، مرسيدس، ممتازين. البيك اب تراكس بقى: الفورد ال 5.0 جميل جدا، الشيفي ال 5.3 حلو قوي، بس مشاكله برضو في الفتيس بتاعه برضو مش قد كده، لكن لو دخلت على الديزل من هنا او من هنا ممتازين. بس كده، يومكم هنا.